حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. أنت حبيبي ومالكي. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله. يدعوك ربي العليا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اسمي جيهان نادي وديع، الأخصائي الشارع المجري رقم 8. عندي 18 سنة، كنت في مدرسة التجارة. من زمان كان يعني نفسي أسلم وكده، فهم ودوني الدير. طبعا في الدير ده شفت أيام يعني طبعا مش كويسة، بس يعني كانوا بيذلوني، يعني حتى الأكل كان يقول لي لو كنت أسلمت ما كنتش هتلاقي الأكل ده، فكانت بتخليني يعني لازم أصلي يعني الصلاة اللي هو يعني المسيحي يعني بالعافية. قالت لي أنت كده مرتاحة، ولو رحت يعني الدين الإسلامي هيبقى يعني مش هتعرف يعني تتكلم ولا تطلع ولا تدخلي ويذلوك يعني. بس فجيت بعد كده يعني بقيت خلنا اشتغلها يعني مثلا في أطفال صغيرين كنت بدوم دروس يعني برضو في يعني بنات برضو كانوا عايزين يسلموا، لا دول كانوا زيي يعني رايحين زيي وبرضو كانوا بيتعاملوا زيي. واخر مره يعني ضربتني ضربه فيعني سحت دم هنا في راسي، بس راحت قالت انت لو كنت اسلمت ما كنتش هتلاقي حد يوديك المستشفى ولا تلاقي حد يعرف عليك ولا حاجه وهيموت. فخدت يعني خدت موقف. انا قعدت في الدير شهر ونص، وبعد كده لما روحت طبعا لاهلي فكانوا بيشدنا عليا يعني في المعامله ولا شفت الفجأة خالص، لولا طبعا طلبات في المدرسه يعني كده، وده طبعا من ترتيب ربنا. بس فجيت عرفت مكانها وخدتها يعني انا بإرادتي وهربت، وانا لو مخطوفه طبعا ما كنتش خدت البطاقه. سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا. يطمئن يدعوك ربي العليا. سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا. انا جيت في مره كنت بصلي يعني في البيت، انا كنت مسلمه بيني وبين نفسي، فجاء اخويا برضه شافني ويعني قال لهم كده، بس فكانوا طبعا حاسين ان انا برضه بصلي، بس فهم شكوا فيا. والكنيسه وانا ما كنتش بحب اروح، فهم كانوا يعني بيجبروني يقولوا لازم تروح عشان الجسيس يعني ما يعرفوش تاني الدير. بس فانا كنت بروح بالعافيه، حتى كنت بقعد اقل من نص ساعه وربع ساعه وبطلع واستاذن وامشي. يوم الثلاث لما كنت رايحه يعني الازهر
فجيت انا كنت طالعه اروح، فراح اخويا طبعا شافني وشك وكده، فكان مستنيني يعني عند المدرسه. فانا طبعا استنيت شويه لحد ما مشي، فهو طبعا عارف يعني انا رايحه في حته يعني، وهما كلهم يعني في البيت عارفين، بس هما كانوا طبعا حابسين ومشددين عليا يعني في المعاينه بس. فانا بعد كده استنيت لحد ما اخويا مشي، ورحت يعني رحت يعني الازهر وعلمت اسلام. وادي الشهاده ملأته حبا لك، حبا نقيا صافيا. انا دلوقتي مسلمه، ازاي كمسلمه، وبطلب طلب من اخوات المسلمين ان هم يعني يكونوا من اهل الكنيسه، لان هم لو خدوني طبعا هيعذبوني زي الاول، وانا مش عايزه ارجع لهم، وانا دلوقتي يعني مرتاحه عن الاول. وعوروني في راسي يعني بس، ومرضوش طبعا يودوني المستشفى، قالوا خساره انا هنكشف. كانت طبعا المعامله زي الزفت، مكانوش طايقين لي اي كلمه. وغير كده لما كنتش يعني بروح الكنيسه كانوا بيعذبوني بيقولوا لازم تروح الكنيسه بالعافيه او بإرادتك هتروحي. فانا كنت طبعا بقول على جد وراهم، بس ما كنتش بفهم اي حاجه. بس والحمد لله يعني دلوقتي بقيت مسلمه يعني. انا دلوقتي قاعده يعني في البيت امين ومرتاحه فيه، محدش غصبني على حاجه، وبعمل طبعا اللي يريحني، ان انا بصلي بروحتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبا لك، حبا نقيا صافيا.